هذه هي أفضل وصفة ستروغانوف الدجاج، سهلة، سريعة، ولذيذة للغاية. سنبدأ بإضافة بصلة مفرومة إلى مقلاة مع قليل من الزيت مع فصين من الثوم المفروم. لنرفع الحرارة إلى متوسطة ونقلب المكونات معا. وبعد أن تذبل المكونات أضف كيلوغراما واحدا من الدجاج. اخلط الدجاج جيدا مع البصل والثوم، وستلاحظ أن لون الدجاج سيبدأ بالتغير، وهذا مؤشر جيد. حسناً، بعد أن نخلط كل شيء معاً دعونا نبدأ في التتبيل. هأبدأ بإضافة بعض الملح. جميع هذه التوابل اختيارية تماماً. سأضيف أيضاً بعض الفلفل الأسود، القليل من البابريكا، ولننهي بالقليل من الأوريغانو. يمكنك إضافة توابل أقل أو أكثر حسب رغبتك. النصيحة هنا هي أن تتبل بالطريقة التي تفضلها، وبالطبع يمكنك استبدال هذه البهارات بأي أخرى من اختيارك. لنقلب المزيج جيدا ونتأكد من أن الدجاج مغطى بالكامل. بعد الخلط الجيد أصبح اللحم متبلا بشكل رائع. من المهم أن ينضج الدجاج جيدا. سأضع غطاء على القدر وأتركه يطهى لمدة 5 دقائق أخرى. يمكنك أيضا إضافة الماء إذا رغبت، لكن ذلك اختياري. أو أن الزيت سيساعد أيضا في تسريع العملية. حسناً، في هذه المرحلة سأضيف الآن حبة طماطم مفرومة، ونريد حقاً أن نترك الطماطم تطهى حتى تذبل. قلب كل شيء معاً، وسننهي طهي هذا على نار هادئة. يمكنك أن ترى كيف بدأت الطماطم تتفتت حقاً. الطماطم أصبحت طرية وتبدو تقريباً مثل الصلصة. حسناً، سأضيف الآن ملعقة كبيرة من الكاتشب، ملعقة كبيرة من الخردل أيضاً. لنخلط كل شيء معا مرة أخرى. وبصراحة خلال دقائق قليلة فقط ستحصل على صلصة مثالية. إذا لم تجرب وصفة الاستروغانوف هذه من قبل، عليك أن تجربها في المنزل. إذا حضرتها لعائلتك استعد لتلقي الكثير من الإطراءات، هيعجبهم ذلك كثيرا. حسن، الآن بعد أن انتهيت هن يقوموا بإطفاء النار، وسنضيف الآن 300 غرام من الكريمة الثقيلة. عندما تضيف الكريمة الثقيلة إلى الوصفة قد تتخثر، لذا كن حذراً. إذا لم ترغب في استخدام الكريمة يمكنك استبدالها بالمايونيز إذا كنت تفضل ذلك. النصيحة هنا هي فقط أن تجعل هذه الوصفة كريمية للغاية. ده هو للنتيجة